الو، لو سمحت كنت عايزه اطلب 4 برجر و2 باكيت بطاطس. تمام. الحساب كام يا فندم؟ 370. ماشي، شكرا لحضرتك. هرجع اتصل بحضرتك تاني. يعني ايه اجي اطلب وجبه واحده بس كده 4 برجر يكلفوني 370 جنيه؟ وكمان مش هنطلع شبعانين من الوجبه دي. قررت ان انا اقوم اعملها وبأقل التكلفه. كان عندي برجر في الفريزر طلعته، وقلت كمان هظبطهم واعمل لهم احلى صوصات واحلى كولسلو، وكمان هعمل لهم طاجن سجق بالبطاطس يحلف العمر بيه. كمان كان عندي، فاكرين الفيديو اللي فات لما قلت لكم اللي انا كان باقي مني عجينه طلعتها من الفريزر وخمرتها تاني وعملت لهم احلى بيتزا. ليه ادفع 370 جنيه بس في 4 برجر؟ كمان هوريكي رأي محمد في الحاجه. في اول فيديو كده لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. هنحضر دلوقتي سلطة الكول سلو بطريقة سهلة جدا وبدون تعقيدات. معايا هنا نص كابوتشا، ومعايا واحدة جزراية، 2 جزراية. غسلتها وشلت القشر بتاعها وهبدأ افرمهم في الكبة. طبعا لو عندك المبشرة ابشريهم. وطبعا الكابوتشا بتشيلي الورق اللي في الاول وبعدين بتبداي تبشريها. انا هضربهم في الكبه واوفر على نفسي المبشره، لاني الصراحه ما كنتش لاقيها، فمن ده على ده كله بيظبط يعني. ضربت الحبيتين الجزر وما كانوش 2 بالظبط، يعني عملت 1.5. وانا بحب الجزر اكتر في سلطه الكولسلو. معايا هنا الكابوتشا كمان زي ما قلتلك، ممكن تعمليها في المبشره وممكن تعمليها في الكبه. انا عملت كل حاجه في الكبه. وخلي بالك قبل ما تعملي الاكل لازم تبداي تعملي في الكولسلو عشان يبدا الصوص بتاعه يبدا ينزل، وكمان كل ما بيقعد فتره طويله في التلاجة بيدي تستعيل. تمام معايا كده لعند دلوقتي. لو انتي اللي بتتفرج سامعيني لغايه الفيديو هنا ووصلت المرحله دي، انزلي حطي اللايك. يلا انزلي خبطي اللايك كده وقولي لنا رايك في الفيديو. وكمان لو عندك تعليق او تكايه معينه في طريقه البرجر او الكولسلو يا ريت تعرفوني. هحط بقى في هنا مدرستين، في ناس بيحب يحط عسل وفي ناس يحب يحط السكر. انا من النوع اللي بحب احط السكر. وكمان نص كوبايه من المايونيز ونص كوبايه من اللبن. بس للاسف نزلت مقطع اللبن ده ما ظهرش معايا. هبدا اقلب كده كله على بعضه عشان ادخل المايونيز باللبن بكل حاجه جوه الكولسلو، وهسيبها. طبعا ما بنحطش عليها بصل لان في ناس بتحط بصل برضو. وهنسيبها في التلاجة ونبدأ بقى نجهز الخطوات بتاعتنا واحدة واحدة. نحطها بقى في التلاجة عشان تشرب من الصوص اللي احنا عملناه وتنزل المية بتاعتها. يلا بقى هنا انا كنت هنا عملت، كان عندي اللهم صل على النبي، كان عندي سجق كان بواقي، نزلتهم في الحله كده يا دوب تسخينه، ونزلت وكنت محمره شويه بطاطس ونزلت عليهم. اللي هنا بقى المشكله اللي قابلتني ان انا العجينه كل ما كنت بحاول افردها واجي اعملها على قد الصينيه تتقطع مني. وطبعا ما ينفعش تتقطع لان لازم تبقى داخله سليمه جدا. فطبعا بقى ايه اللي حصل زي ما انتوا شايفين كده، كل شويه الف كانت عين يا ولاد عين وبص اللي فيها. المهم والله فضلت بقى قلت ما بدهاش يا بنت يا شوشو. راحت قايمه على الطرحه والجو كان حر اصلا والمروحه مش مقصره في المطبخ. وقمت بقى رحت ظابطه العجينه. هي بس هتفضل تعمل مني كتير كده شويه وبعدين هظبطها في الاخر. معرفش كان ايه اللي حصل لي اليوم النهارده. اليوم ده كان صعب جدا في الموضوع العجينه ان هي تعمل مني ده،
بس على مين في الاخر ظبطتها جدا. وان شاء الله زمان بص شلتها تاني يعني. بصوا مش بيأس والله العظيم ما بيأس، عملتها لغايه ما ظبطتها ورحت مدخلاها الفرن. كان هنا فاضل بقى ايه، قلت يا دوب على قد تسوية البرجر ابدا اشتغل فيه عشان ابدا اعمل بقية الحاجه. حطيت هنا بقى البرجر. اعذروني على منظر البوتاجاز، ان طبعا من الطشه بتاعه البرجر وكده الحاجه بتنطرفعها، يتغسل غسله نظيفه ان شاء الله. هبدأ بقى اعمل ايه، شوية بطاطس زي الفل. البطاطس دي جربوها زي البطاطس الويجز كده، وكمان مع الصوص اللي احنا هنعمله والبهارات بتاعتها. هستخدم هنا البهارات بتاعت البطاطس ايه بقى. عايزه اقول لكم كمان ان البطاطس مش تقطعوها تخينه، خلي سمك البطاطسايه يكون رفيع عشان تستوي معاكي كويس. انا حطيتها في نقطة زيت وحطيتها في الاير فراير عشان ننجز الوقت يعني. هبدأ بقى ايه ابهرها كده واظبطها وندخلها الاير فراير. معايا هنا هبدأ بقى احط لها رشة من الملح، ومش كترت الملح طبعا، يا دوب رشة بسيطة، ورشة من الفلفل الاسمر. وهبدأ بقى ايه احط البهارات بتاعتي. هحط توم باودر، نص معلقة صغيرة من التوم الباودر، وهحط نص معلقة من البصل البودر، وكمان هحط ربع معلقة من الشطة، وكمان نص معلقة من البابريكا المدخنة. حقيقي البابريكا المدخنة بتعمل تيست عالي جدا وتديكي طعم كده جميل جدا. هبدأ اقلبهم واحطهم بقى في الاير فراير، وابدأ بقى ايه اطلع البيتزا. كنت عملت لهم البيتزا بالعجينة اللي كانت متبقية مني، فاكرينها لما قلت لكم ان انا هحطها في الفيديو الاخير. كنت هقول لكم ان انا هحطها في كنت حطاها باقي مني في عجينه في الفريزر، وهطلعها واعملها استفاد بيها في حاجه تانية. فانا قررت اعملهم بيها بيتزا برضو. وكمان طلعت دي شكلها هيك شايفينها جميل جدا، وشكلها يفتح النفس. معايا بقى هنا ايه الفلفل الالوان. ابدا بقى احضر التحضيرات بتاعه اللهم صل على النبي بتاعه البرجر عشان نحشي البرجر. هقطع شويه من الفلفل الاحمر وشويه من الفلفل الاصفر. طيب يا شوشو هتعملي بيهم ايه هقول لكم بقى. هبدا اتبل هنزل اشوي الفلفل ده، وكمان هشوي بصل وهشوي طماطم، يدوب تشويحة بسيطة كده في الزيت عشان يدوا طعم. وكمان هحمص العيش الكايزر فيه زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بنقطة زيت على الجريل، وهنزل بقى بالبصل واكرمله كده زي السماش برجر كده، يديكي طعم تحفة جدا. وهنزل كمان بالفلفل الالوان، هديله برضو تشويحة كده صغيرة. هبدأ بقى اعمل الصوص بتاع بتاع البطاطس. معايا هنا حوالي يعني نقول 3 معالق من الكاتشب او 4 معالق من الكاتشب، عليهم 3 معالق برضو من المايونيز، ومعايا معلقة صغيرة من الخردل اللي هو المستردة يعني. ونحط بقى يا سلام بقى لو عندكم شوية خيار مخلل تحطيهم عليها تبقى تحفة. بس انا ما كانش عندي الخيار المخلل، فحطيت المايونيز والكاتشب والمستردة وقلبتهم في بعض، وحقيقي هتدوقي احلى صوص. في ناس بقى بتحط خل وتحط ليمون وعسل، بس انا اكتفيت بكده والحاجة تبقى خفيفة وتحفة ما شاء الله يعني. طبعا ما كلفونيش 370 جنيه اللي انا كنت هطلب بيهم 8 4 برجر بس، وعملت وليمة باقل من 370 بكتير جدا جدا جدا. هبدأ بقى احمص العيش بتاعي مكان البصل بعد ما التسوية كده عشان ياخدوا من الريحة، وبعد كده نبدأ نحشي الحشوات بتاعتنا. لو انتي لسه متابعاني صلي على النبي كده في الكومنتات، وانزلي حط اللايك وادعيلنا دعوة حلوة، وقوليلنا تكاتك برضو منكم نستفاد.
وكل واحدة عندها معلومة او عندها طريقة معينة للبرجر، برضو بنستفاد من بعض، او الكولسلو او السجق في العموم. هبدأ بقى ايه، امسك واحد واحد كده، ابدأ احشيه. هنا بقى ده صوص كنت عاملاه، اللهم صل على النبي، برضو المايونيز والكاتشب كنت عامله لهم صوص. وجبت بقى الفلفل الالوان، وكنت جايبه الكابوتشا الخس برضو حطيته على البرجر، وبدات اقفل واحد واحد، وطلع بالمنظر الجميل ده. كان عندي هنا صوص بيك تيستي، فقلت كمان احطهم، ازود العمليه صوصات بقى تحفه كده، زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش تحطوا لنا اللايك وتقولوا لنا رايكم. هعمل معاكم واحد كمان. حطينا هنا الصوص زي ما قلت لكم، ده صوص الكاتشب والمايونيز. وادي هنا بقى الفلفل الالوان والبصل السماش. ولا تنسوا تحطوا اللايك. ايوه، وحط بقى هنا البصل والمكرمل والفلفل، وظبطنا العمليه. بعد هنا ايه، هنا بقى ايه سلطه الكولسلو، بعد ما سيبناها حوالي 3 4 5 ساعات في التلاجة، فنزلت بقى شربت من الصوص بتاعها وكانت تحفه. نبدأ بقى نظبط الاكل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. ادي البرجر، بطاطس هنا بقى العجينه اللي غلبتني كتير، معرفش ليه، بس الحمد لله في الاخر ظبطت. وادي البيتزا وصوص الكولسلو، وده طاجن السجق بالبطاطس. وتعالوا يلا ما ندوق. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. واو 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 واو، يلا بينا ندوق. نسمي الله كده.